رب الكل يكون بخير. لازم تعرف ان قدرتك على تقييم المخاطر على الطريق وانت سايق بتعتمد على احتفاظك بتركيزك بنسبه 100% وطول الوقت، وده لان السواقه من الانشطه اللي انت بتستخدم فيها اغلب اجهزه جسمك وحواسك في نفس الوقت، زي الجهاز العصبي العضلي البصري السمعي وغيرهم من اجهزه الجسم. وعلشان يكون في تواصل مستمر ما بينهم لازم يكون تركيزك حاضر بنسبه 100% طول الوقت. علشان كده التصادم اللي بيحصل على الطريق ليه اكتر من تعريف، بس اهمهم هو انه عباره عن موقف محدش بيخطط له ونتائجه دايما سلبيه. لان مثلا محدش فينا عامل حسابه وهو سايق انه يعمل حادثه اخر النهار، مثلا في الظهر الجو حر، او يعمل حادثه مثلا بعيد عن الميدان المكان هناك زحمه. اللحظه اللي انت بتحس فيها بالصدمه تبتدي تدور حواليك هي الخبطه جات لك منين، هي دي لحظه عدم انتباه، وهي دي اللحظه اللي الحادثه مستنياها علشان تحصل. التصادمات هي عباره عن مجموعه من الاخطاء البشريه، ما هو لو كان اللي المفروض يحصل كان بيحصل ما كانش التصادم حصل. وتقدر ببساطه تشبه التصادم كانه دايره، بس دايره غير مكتمله، وطول ما الدايره دي غير مكتمله التصادم ما يحصلش. وعشان كده دورك يا فندي انك تحافظ طول الوقت ان الدايره دي تفضل غير مكتمله. من اسهل واسرع الحاجات اللي بتساعد على اكتمال الدايره دي هو عدم الانتباه وتشتيت الذهن وقت السواقه، او ما يسمى بالديستراكشنز، وعملا بمبدا ان ذا بيست درايفر درايف اونلي، او ان السواق الشاطر بيسوق بس. فلازم تعرف ان السلوكيات اللي مرتبطه بالسواقه سواء كانت ايجابيه او كانت سلبيه بتتحول مع مرور الوقت لعادات بيصعب تغييرها، بس طبعا مش مستحيل ان احنا نغيرها. وده لان اي عاده هي في الاصل مكتسبه، بس للاسف اغلب العادات اللي مرتبطه بالسواقه هي العادات السلبيه. فبقى عادي جدا انك تلاقي حد بيسوق وفي نفس الوقت بيقوم بنشاط تاني مع السواقه، زي الاكل او الشرب او التدخين، او ان تلاقي واحده بتحط مكياج، او استعمال الموبايل في التصوير او الرسائل او في الايميلات، او حتى اللعب بيه. لحد ما شفت بعيني والله واحد بيقرا كتاب وهو سايق، والله زي ما بقول لكم كده يا فندم. واحد تاني بقى كان سايق ومشغل فيلم على الشاشه بتاعت العربيه، انت متخيل؟ طبعا كل الانشطه دي بتجبرك انك تستخدم ايد واحده بس وانت سايق، وده غير انها بتسبب الالهاء وتشتيت الذهن. وبالكلام بقى تحديدا عن الاكل والشرب وانت سايق، لانهم بيقللوا من قدرتك على الحفاظ على وجودك في الحاره المروريه اللي انت ماشي فيها، وتفضل بقى تتحرك ما بين الحارات وبعضها في مشهد حلزوني بديع، وبالتالي هتقل قدرتك على التحكم في العربيه والسيطره عليها. الخطوره بقى كمان في زياده المدى الزمني لرد الفعل وانت بتاكل او انت بتشرب، لانك بتحتاج تستخدم عينيك عشان تشوف انت بتاكل ايه وبتشرب ايه في نفس اللحظه اللي انت محتاج عينك فيها في تقييم الخطر اللي موجود على الطريق. وطبعا دي حاجه مستحيل تحصل بدقه طول الوقت، وغصب عنك هيتشتت ذهنك عن السواقه. وده طبعا بخلاف انك غالبا ممكن تسبب في حادثه على الطريق، لانك اكيد مش هتستحمل وجود بقايا الاكل على ايدك، او ان المشروب اللي في ايدك يتدلق على هدومك او على جسمك. اما بقى لو كنت من المدخنين فطبيعي جدا ان انت مش هتستحمل وقوع طفيه السجاير على هدومك، وغالبا هتتفزع وهتتشتت عن السواقه. اما المعلومه الاهم وخلاصه الموضوع فهي انكم لازم تتخيلوا يا فنديه ان الاكل وانت سايق يعتبر اكثر خطوره من استخدام الموبايل، واخطر من السواقه في حاله سكر، لان الوقت اللي انت بتحتاجه لرد الفعل في المواقف الخطيره في حاله الاكل وانت سايق بيتاخر بنسبه 44% عن الطبيعي. اما الشرب من ازازه او من علبه معدنيه فهتجد ان وقت رد الفعل في المواقف دي بيتاخر بنسبه 22% عن الطبيعي، ده بالمقارنه بكتابه الرسائل وانت سايق واللي بيقل فيها وقت رد الفعل بنسبه 37%. وعلشان كل ده تم تصنيف بعض الاطعمه انها الاسوأ لو كنت متعود تاكلها وانت سايق، لانها بتسهل من عمليه فقدان التركيز وبتزود من تشتيت الذهن، وهي مثلا الشوكولاته، القهوه، العصاير، المشروبات الغازيه، الحلويات، البطاطس المقليه، البرجر، الساندوتش اللي بيحتاج ايديك الاثنين عشان تمسكه، والمشروبات السخنه. وعلشان كده ارجوك دونت ليرن سيفتي باي اكسيدنت، وربنا يستر طريقك.